ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. النهارده بإذن الله هتكلم معاكم عن جزئية التراكمات او الناس اللي هي بدأت تكسر في بداية السنة وبدأ ان هي يتراكم عليها محاضرات وكمان جزئيات في الحل وجزئيات في الشرح. فانا بإذن الله النهارده هجاوبكم على اهم الاسئلة اللي حضراتكم سألتوها في التعليقات على القناة، وكمان الاسئلة اللي وردتني من بعض الطلبة في الثانوية العامة ان هي لسه ما بدأتش وبدأ يتراكم عليها، وده اداها احباط كبير جدا في بداية السنة. فباذن الله هجاوبكم على كل الاسئله دي، فتابع معايا الفيديو عشان باذن الله كل واحد يشوف الفيديو ده يستفاد ويخرج منه مستفاد. فلو عجبك الفيديو ما تنساش انك تقدر مجهودنا اللي احنا بنعمله عشان ننشر لك الفيديوهات دي، ما تنساش انك تعمل لك الفيديو اشتراك في القناه، ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا. اول حاجه كده في جزئيه التراكمات او جزئيه اللي هي الناس اللي بدات تكسر في بدايه السنه، اول حاجه كده كنت حابب اتكلم عنها هي ان الناس دي يعني مش عندها الحافز او الداعم الكبير اللي هو بدأ يديها الداعم ليها طول السنة او انها تكمل طول السنة. يعني الناس اللي هي بتكمل طول السنة بتفرق عن الناس اللي هي ما بدأتش اصلا او ما بتكملش طول السنة في حاجة واحدة هي الحافز والداعم، سواء خارجي او سواء من نفسك. فانا كنت في بداية الفيديو كده كنت حابب اتكلم عن الجزئية دي. فالجزئية دي كنت حابب اتكلم عنها بالطالب اللي هو مكسل يبدأ في بداية السنة. حاول انك تسمع فيديوهات تحفيزية أو فيديوهات لقصص ناس نجحت في الثانوية العامة وحققت حلمها، وكمان حط لنفسك هدف في بداية الثانوية العامة. من أهم الجزئيات في الثانوية العامة إنك تحط لنفسك هدف وتسعى عليه أو تحاول إنك تحققه، عشان ده هيوفر عليك وقت كبير جدا، غير إنك تكون بتذاكر وبتعمل مجهود ومش عارف أنت عاوز تخش كلية إيه. لا، حط مثلا قدامك الهدف ده أو الكلية دي مثلا عشان تجري وراها وتسعى إنك تحققها، ولما تحققها هتحس انك عملت مجهود كبير. فانك لما تحط هدف قدامك في الثانويه العامه هيوفرك وقت كبير جدا، وكمان هيساعدك انك تحقق حلمك. فاول جزئيه كده للتراكمات، حاول انك تحط هدف قدامك في بدايه الثانويه العامه، وكمان حاول انك تحط حافز ليك او داعم ليك طول السنه، سواء انك تسمع فيديوهات او قصص ناس نجحت، او حاول انك تشيل مسؤوليه ان ابوك وامك حاطينك في مسؤوليه في الثانويه العامه. فحاول برضو انك تشوف ده وتحاول انك برضو تحقق لهم حلمهم وتفرحهم وتفرح نفسك واهلك باذن الله. تاني حاجة كنت حابب اتكلم عنها في الناس اللي هي رقمت في بداية السنة، بعتولي بيقولوا لي هل هنقدر نبدأ في بداية السنة او هل هنقدر نكمل او رقمنا جزء كبير. فانا حابب اتكلم عن الجزئية دي واقول لك لا، اللي عاوز يبدأ في بداية السنة واللي عاوز يبدأ في نص السنة هيبدأ، لكن الفرق بين اللي بدأ في اول السنة وفي نص السنة هو الحافز او ان هو هيعمل مجهود ازاي. اللي بدأ في اول السنة هيعمل مجهود بسيط او هيوزع مجهود من اول السنه لحد اخرها. اللي بدأ في نص السنه لازم يعمل مجهود جبار عشان يبدأ او يلحق الناس اللي بدأت في اول السنه، ويلحق يراقب ويلحق ان هو يخلص المراكمات او المحاضرات اللي عليه كلها من اول السنه لحد نص السنه. فانك لو بدأت في اول السنه هتفرق معاك انك لو بدأت في نص السنه في حاجه واحده بس، انك هتوفر وقت كبير ومجهود كبير جدا في انك لو بدأت في نص السنه. في ناس عندها المسؤوليه وعندها الجهد وعندها الطاقه انها تبدأ في نص السنه وبتعمل كده فعلا وبتجيب مجموع وربنا بيكرمها، لانها بتورث على نفسها جامد، تسمع محاضرات كبيره وبتسمع وبتبدأ انها تحل وتشوف الشرح. فالناس دي بتبدأ ان هي تجتهد جامد في نص السنه. لو هي مثلا مقارنه تبدأ في نص السنه، الناس اللي بتبدأ في اول السنه عارفين ان هم طاقتهم ومجهودهم مش هيساعدهم ان هم لو بدأوا في نص السنه فيبدأوا في اول السنه. فنصيحه يعني لو انت يعني مش قد انك تبدأ في نص السنة وما عندكش الطاقة والجهد، ابدأ في اول السنة وحاول انك تستعين بالله انك تبدأ في اول السنة، لانك لو بدأت في اول السنة توفر وقت ومجهود كبير جدا، وكمان على ما تيجي نص السنة كده هتكون تحس ان انت بقيت خبير في المادة كده وفاهم جزئياتها وبتعمق في المسائل وجزئيات الحل والشرح. فدي نصيحة. الحاجة اللي انا اهم حاجة اتكلم عنها في فيديو النهاردة هي علاقتك بربنا. حاول انك تصلح علاقتك بربنا، لان ده هيوفر عليك سواء بقى فيديوهات التحفيز والكلام ده، لا لو انت صلحت علاقتك بربنا هيسر لك امرك في كل حاجه. يعني انت لو صلحت علاقتك بربنا وبدات انك تقرب ليه، هتلاقي نفسك ان السنه بتبدا معاك لوحدها اصلا، بدات انك تذاكر وربنا يهديك كده، وان هتلاقي نفسك انك بدات تندمج في مود الثانويه العامه. فنصيحه، حاول انك مثلا لو هتبدا مثلا تذاكر من الساعه دي او من الوقت ده او من النهارده، حاول انك كده قبل ما تبدا تذاكر حاول انك تصلي ركعتين، وحاول انك تقرا لك ورد قران حتى لو صفحه، وحاول انك تشغل القران جنبك كده بسيط، وحاول انك تبدا تستعين بالله وتذاكر. هتلاقي نفسك ربنا بييسرك امرك، وتحاول نفسك بتهدى كده، وهتلاقي نفسك بدات انك تنجز جهد كبير جدا في المذاكره.
فنصيحة حاول انك تصلح علاقتك بربنا، وحاول انك تصلي ركعتين وتقرا ورد قرآن يوميا، هيوفر لك جزء كبير جدا، وهتلاقي بركة في الوقت كده، وهتلاقي انك تنجز جهد كبير جدا كنت هتنجزه في وقت كبير هتلاقيك بتنجزه في وقت قليل. فحاول انك تصلح علاقتك بربنا. تالت حاجة كنت حابب اتكلم عنها في جزئية التراكمات او جزئية الناس اللي ركبت المحاضرات. ايه الحل او ايه النصيحة ان احنا نقدر نصلح اللي احنا عملناه ده؟ النصيحة هي انك حاول تبدأ تجيب المحاضرات اللي انت رقمتها دي، مثلا محاضرتين في العربي، محاضرتين في انجليزي، محاضرتين في الكيمياء، في الفيزياء، في الاحياء، في الرياضة. حاول انك تجمعهم كده في ورقة، تكتب مثلا محاضرتين فيزياء، محاضرتين عربي، محاضرتين كيمياء، ايا كان اللي انت رقمته، حاول انك تكتبه في ورقة. وحاول انك مثلا تجيب جدول كده وتكتبه. مثلا النهارده هسمع محاضرة الصبح فيزياء وهحل وراها فيزياء على طول، هسمع محاضرة كيمياء واحل وراها كيمياء. طبعا هتذاكر بعد ما تسمع المحاضرة، هتذاكر المحاضرة وبعدين تحل. فحاول انك تقسم وقتك كويس جدا لو انت قررت انك تبدأ وتعمل نفسك جدول، ما تمشيش كده عشوائي، عشان لو انت عملت لنفسك جدول هيوفر لك وقتك ومجهودك وطاقتك وكل حاجة. فحاول انك تعمل نفسك جدول. والجدول ده برضو لو انتوا عاوزين اعمل لكم جدول، وهسيب لكم على جروب التليجرام، وجروب التليجرام هتلاقوه تحت في الوصف. هنزل لكم الجدول اللي انتوا عاوزينه في المحاضرات اللي انتوا عاوزينها، او ان انتوا تلموا المتراكم عليكم، انا تحت امركم. فحاول انك مثلا تكتب مثلا وراك محاضرة كيمياء او محاضرة فيزياء او محاضرة احياء، حاول انك تكتب الحاجات دي وترتب اولوياتك على حسب الصعب الاول. حاول تبدا يومك بالصعب وبعدين الاسهل فالاسهل، لان اليوم بيبدا بتركيز كبير جدا، وبعدين بيبدا التركيز يقل على مدار اليوم لحد اخر اليوم. فحاول انك برضو تشوف الحاجة الأصعب أو الحاجة اللي مرخمة معاك أو أنت مش عاوز تبدأ بيها أو اللي أنت قرفان بيها، حاول إنك تبدأ بيها في أول اليوم، وبعد كده تبدأ في الأسهل في الأسهل لحد ما اليوم بتاعك يخلص. حاول برضو إنك تعمل الجدول وترتب يومياتك من حيث الأهم ثم أو الأصعب فالأسهل. دي جزئية التراكمات أو المحاضرات اللي تراكمت عليها. طيب جزئية المدرسين اللي هم بدأوا من شهر 8 أو من شهر 9 أو من نص 9، هل ده هيأثر على الطالب أو لأ؟ فأنا شايف إن كل طالب ليه قدرته. يعني مثلا اللي بيبدأ في شهر 8 غير اللي بيبدأ في شهر 9 غير اللي بيبدأ في نص 9. فحاول إنك تشوف المدرس بتاعك يبدأ إمتى، وحاول إنك تبدأ معاه بكل ما أوتيت من قوة. يعني حاول مثلا إنك الدرس ده، حاول إنك تذاكر الدرس في نفس ذات اليوم، أو لو أنت فاضي اليوم اللي بعده وتحل عليه على طول. وحاول برضو إنك ما تحلش من مصدر واحد، حاول إنك تحل من كذا مصدر، عشان ده هيوفر عليك في الأفكار. هتلاقي عندك كده خزينة أفكار في نهاية السنة، لأن نهاية السنة امتحانات السنة بيعتمد على الفهم مش الحفظ. فحاول إنك تحل برضو كمية أفكار كبيرة، وحاول إنك لما تحل افكار كبيره، حاول لو انت قابلتك حاجه مثلا تحاول انك تدونها لو هي الحاجه دي غريبه عليك، عشان تبقى ترجع لها في اخر السنه، عشان الكلام ده هيفيدك جدا. والحاجات دي عن تجارب سابقه، والحمد لله التجارب دي يعني نجحت. فالكلام دون كلام موثوق ومضمون باذن الله. بس كده، لو انت محتاج اي حاجه اكتب تحت في الكومنتات، باذن الله هنعمل لك عنها فيديو ونرد عليكم. بس كده باذن الله كل واحد يحقق حلمه ويفرح اهله. فما تنساش في نهاية الفيديو انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام.